طبعا زي ما احنا شايفين الشيخ في المسجد بيلعب الاطفال كوره، ما شاء الله. شكل الشيخ حريف ما شاء الله عليه. طبعا يعني وقت استراحه فقال ايه اما نلعب انا والاطفال كوره يعني. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. طب وبعدين الدنيا هتاخدنا على ايه؟ يعني حصلت يعني ان احنا يعني نستهزأ بالاماكن اللي ربنا سبحانه وتعالى خصصها لنا للعباده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا. زي ما احنا شفنا المقطع اللي فات، طبعا الشيخ بيلعب الاطفال كوره. فطبعا ده طبعا وقت الاستراحه، يعني بعد ما بداوا ان هم في جلسه القران مثلا او بيجروا قران، وبعد ما خلصوا مثلا درس القران بتاعهم، فبدا الشيخ ان هو يلعب هو الاطفال كوره. فطبعا يعني انا مش عارف اقول ايه. طبعا المقطع بيحدث عن نفسه، فلو سيبنا كل واحد يعمل يعني اللي على هواه، ويمكن دي مش اول مره على فكره، ممكن دي مرات المرات ان هو الاطفال بيلعبوا كوره. طبعا لما يعلم الاطفال ان هم يلعبوا كوره في المسجد، يبقى بعد كده الاطفال دول هيكبروا وهيعلموا برضو غيرهم برضو ان هم يلعبوا كوره في المسجد. يبقى اصبح المسجد نادي بيتلعب فيه الكوره. تمام. طبعا احنا بنقول للشيخ اتق الله انت وكل اللي شبهك. طبعا المقطع ده مش مصري الحمد لله، وطبعا في مصر ما عندناش الكلام ده خالص. فنحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمه الاسلام، سنه نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فطبعا يعني من السنن والعباده ان احنا طبعا ما ينفعش ان احنا نلعب في المساجد كوره، صح؟ طيب احنا هنشوف راي الشيخ في الموضوع ده هيقول لنا ايه، وبعد كده نرجع برضو نكمل حديثنا. يقول لعب الأطفال في المسجد إذا لم يكن فيه أحد وليس وقت صلاة، هكذا. نعم، الأصل المساجد ليست للعب، المساجد ليست للعب، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد إعمارها بذكر الله، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالدعاء، هذا الذي تعمر به المساجد. لكن لو أن أطفالا صغارا دخلوا المسجد أو لعبوا لا يضر إن شاء الله تعالى، لا يضر، لكن لا يكون هذا مكان لعبهم كل يوم مثلا. لكن جاءت مرة وركضوا في المسجد وهذا لا بأس إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا عم الشيخ. طبعا الشيخ اتكلم وقال طبعا الأطفال لو لعبت في المسجد مرة وعدت يعني ما فيش حرمانية، بس طبعا ما تتكررش. ليه؟ عشان خاطر ما ينفعش ان احنا طبعا مقدسات الله سبحانه وتعالى، لان طبعا المساجد خصصت لايه؟ خصصت للإعمار وقراءة الدين والصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى. تمام. انما يعمر مساجد الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. يعني المساجد دي خصصت ان احنا نروح نصلي فيها، نقرا قران، نتعبد لله سبحانه وتعالى، لا غير. لكن طبعا هندخل ونلعب كوره، ونلعب بعد كده صلح، وبعد كده نلعب كره طايره، وبعد كده نلعب البيضه، يعني طبعا ما ينفعش. ده طبعا استهزاء بشعائر الله سبحانه وتعالى، واستهزاء ببيوت الله سبحانه وتعالى. فطبعا اتق الله يا شيخ، وحاول ما تعملش كده تاني. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيستهزأ بدين الله سبحانه وتعالى. بيوت الله ده بيت ربنا سبحانه وتعالى اللي خصصه ان احنا نروح نصلي فيه ونعبد الله سبحانه وتعالى. لكن مش هنعملها لعب ومسجد، حتى لو كان مباح ما ينفعش. احنا طبعا كده بنفتح كده مجال، يعني اللعب له النوادي، له الشارع، الاطفال تلعب فيها براحتها، صح كده؟ لكن هنروح نلعب في المساجد طبعا ما ينفعش، لان طبعا البيوت موجوده عشان خاطر نذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى ونصلي ونعبد الله سبحانه وتعالى. لكن عشان خاطر نلعب فيها بالطريقه ديت لا طبعا لا يجوز. فطبعا يعني كل واحد يشوف المقطع، ما يحاول يعني مش يحاول يجلد الناس ديت، لان طبعا احنا ما نعرفش العقيده بتاعتهم ايه بالظبط. فطبعا عقيده الاسلام وعقيده السنه ما ينفعش ان احنا نلعب في مساجد مساجد ربنا سبحانه وتعالى. فكل واحد يعلم اطفاله المسجد للاعمار الدين فقط لا غير، وليست للعب.
اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. يا رب عرفنا قدرنا وضعفنا فسامحنا يا الله. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء فارحمنا برحمتك يا الله. اللهم ارحم بلاد المسلمين واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها. اللهم احفظهم جميعا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.